بنصح العسكري المصري ان هو يهرب من الجيش. الجماعة اياهم جايبين الواد الأراجوز ده على اساس ان هو فرد من الجيش المصري، جندي مجند، وبيدعوا الجنود انهم يهربوا من الجيش المصري بسبب اللي بيحصل في فلسطين، وان احنا كده يعني لو انتوا قاعدين في الجيش لازم تدافعوا عن المسلمين، او ان انتوا هتبقوا بقى يعني في جهنم يعني. طبعا يعني حاجة عبيطة جدا، لان واضح جدا ان ده لا هو جندي مجند ولا نيلي ولا هو ينتمي للمؤسسة العسكرية المصرية اساسا، لانه حتى لو هو جندي ما يقدرش يطلع بوشه وشخصيته ويظهر شخصيته الحقيقية ويقول الكلمتين دول. يعني الافرول اللي لابسه ده لا مش هو الدليل ان هو داخل القوات المسلحة. ثم مفيش جندي في الجيش دقنه طويلة كده زي البيمة هو طالع، يعني حتى مش عارفين يسبقوا للكذبة عشان يقولوها. لكن الأكيد إن القوات المسلحة المصرية مش قوات مسلحة لجماعات، ولا عندها ولاء لجماعات، ولا ولاء لقبائل، ولا ولاء لمحسوبية ولا العائلات، ولا الجيش المصري هو للشعب المصري فقط لا غير. الجيش المصري مش جيش فئات ولا جيش قبائل، وجيش وطني شعبي خالص ينتمي للشعب المصري فقط. مصلحته الأولى والأخيرة هي مصلحة الشعب المصري.